الزراعة يا رجال الزراعة، الزراعة يا رجال الزراعة، في الروابي والقمم والسول. الزراعة يا رجال الزراعة، الزراعة يا رجال الزراعة، في الروابي والقمم والسول. العمل نكسر قيود النجاح، العمل نكسر قيود النجاح، نكتفي من غير جهد الحدود، مثل ما قامت جهود الصناعة، مثل ما قامت جهود الصناعة. الظروف مهيئة والحلول، خصمنا ناوي يطول قطاع، خصمنا ناوي يطول قطاع. فكروا بالأمر يا للعقول، العداوة والحسد من طباع، العداوة والحسد من طباع. والكراهية وحب الفضول، بالإرادة والعمل والبراعة، بالإرادة والعمل والبراعة. والثقة بالله باب الوصول، والجهود الصادقة والشجاعة، والجهود الصادقة والشجاعة. لا يصيب الخصم على الذهول، نقطع عمله ونلوي ذراعه، نقطع عمله ونلوي ذراعه. ينهزم ويجفي عنا الذيول. الزراعة يا رجال الزراعة، الزراعة يا رجال الزراعة، في الروابي والقمم والسول. العمل نكسر قيود النجاح، العمل نكسر قيود النجاح، نكتفي من غير جهد الحدود، مثل ما قامت جهود الصناعة، مثل ما قامت جهود الصناعة. الظروف مهيئة والحلول. الزراعة يا رجال الزراعة، الزراعة يا رجال الزراعة، في الروابي والقمم والسول. العمل نكسر قيود النجاح، العمل نكسر قيود النجاح، نكتفي من غير جهد الحدود، مثل ما قامت جهود الصناعة، مثل ما قامت جهود الصناعة. الظروف مهيئة والحلول، خصمنا ناوي يطول قطاع، خصمنا ناوي يطول قطاع. فكروا بالأمر يا للعقول، العداوة والحسد من طباع، العداوة والحسد من طباع. والكراهية وحب الفضول، بالإرادة والعمل والبراعة. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ندشن محصول القمح في مديرية المراوعة برفقة رئيس جمعية اكتفاء التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. وهذه إن شاء الله هي التجربة الأولى في مديرية المراوعة وعلى مستوى مديرية المحافظة، والاستبشار كبير من قبل الأخوة المزارعين في مديرية المراوعة للانطلاق نحو الاكتفاء الذاتي الحقيقي من خلال هؤلاء الجنود المجهولين في مواجهة الحرب الاقتصادية. نحن نشجع هذه العملية بالنسبة للمزارعين المديرية، حيث هي كانت النموذج الأول في مديرية المحافظة كاملا لما لمسناه من تقدم وازدهار وخدمة للمواطن، بما أمر به سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حيث قال لا بد من الاكتفاء ذاتيا من نفس البلد. يجب علينا أن نشجع وأن نحمي، كما قال الشهيد الصماد: يد تبني ويد ماذا تحمي. احنا نقول يد تزرع ويد أخرى تشجع ولا تثبط. طبعا اليوم نحن ندشن حصاد محصول القمح، محصول البر، الذي في هذا الحقل التجريبي الذي تبنته جمعية اكتفاء، وبالتعاون مع أحد المزارعين الأخ عبد الرحمن عايش، أحد المزارعين المتعاونين. وبفضل الله كان المحصول كما ترون، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نصل للاكتفاء الذاتي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله تجربة البر، وهي لأول مرة كانت، لكنها كانت تجربة الحمد لله ناجحة، ولم تكن بالتجربة التي هي تؤدي إلى يأس المزارع أو إلى عدم الاستمرار في زراعة محصول القمح أو البر. وهي تجربة إن شاء الله ناجحة، وسنستمر بالمحاولة حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي حسب التوجيهات
وإن شاء الله تستمر جمعية اكتفاء بدعمها للمزارعين ومتابعتها وتوفير البذور والمبيدات المضادة للحشرات لهذه اسمها القمح، زراعة القمح. ولهذا ندعو جميع المزارعين من جيراننا أن يبدأوا العمل في هذا المجال، وأن يكون التصميد بالصماد البلدي أولا وحرث الأرض وتجهيزها حتى يأتي موسم البر أو القمح ونبدأ في الزراعة، وإن شاء الله يكون الأمر جدي ونستمر حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي بإذن الله الكريم.